النهاردة معادنا مع قصقوصة جديدة من سلسلتنا قصقوصة من التاريخ. يلا بينا نشوف قصقوصة النهاردة. يلا على بركة الله نبدأ. سنة 1906 اتولد الملياردير اليوناني الشهير أرسطو أوناسيس، واللي كان في يوم من الأيام أغنى رجل في العالم. أرسطو أوناسيس جمع ثروته من التجارة في النفط، وكبر الثروة دي من استثماراته في العقارات. أوناسيس كان بيلقب بملك التانكر، يعني ملك سفن النفط. وفي يوم من الأيام قابل أوناسيس بائع فقير بيبيع الكعك، فطلع من جيبه عملة معدنية وقال للبائع: تفتكر ملك ولا كتابة؟ إن كسبت هتاخد كل اللي في جيوبي من فلوس وشيكات وأي حاجة موجودة، وإن خسرت أخد منك طاولة الكعك. فرد عليه البائع وقال له: يا سيدي، إن خسرت هذه الطاولة فلن أستطيع إطعام عائلتي. فسابه أوناسيس ومشي، وقبل ما يمشي قال له: ولدت بائعا للكعك وستموت بائعا للكعك. الحياة تحتاج إلى مغامرة. واحدة من أهم المشاكل الأزلية يا جماعة عند الأغنياء إن كتير منهم بيبص للحياة على إنها سوق كبير، وإن كل شيء ينفع إنه يتعقد له صفقة. كتير من الأغنياء فاكرين إن شراء الورد والدهب ده معناه شراء الحب، إن شراء الحاشية والخدم هو شراء الاحترام. والموضوع هنا يا جماعة مش تقليل من قيمة المال، بالعكس، إحنا بس بننتقد نوعية معينة من بعض الأغنياء. الفكرة هنا يا جماعة إننا ما نحكمش على إنسان بناء على الواقع اللي إحنا عايشينه. صحيح إن التجارة بتحتاج لمغامرة عشان نقدر نحقق النجاح والازدهار في التجارة، وصحيح إن المغامرة في التجارة هي عنصر حاسم لتعظيم رأس المال. لكن خسارة أوناسيس لكل اللي في جيوبه من فلوس وشيكات دي خسارة تافهة جنب سفن النفط بتاعته وجنب عقاراته وقصوره. فالخسارة هنا بالنسبة له هي مجرد لعبة. لكن بائع الكعك فالموضوع بالنسبة له هي معركة يومية مع الحياة لزمن عليه إنه يكسبها كل يوم. في ناس ممكن تقول: طب وماله؟ إيه المشكلة إنه يغامر ويخسر؟ جوع يوم مش هيموت حد. وهنا بنقول لهم: عذرا، وجهة نظركم غلط، لأنكم برضو بتحكموا على الناس من الواقع اللي انتوا عايشينه، وده حكم اللي ما جربش الجوع في يوم من الأيام. وهنا وصلنا لنهاية قصقوصة النهاردة. لو القصقوصة عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا عشان نجيلكم تاني بقصقوصة جديدة. يلا سلام.